هذه الصور الصادمة. أنت حافظ الراجي تقول أنه على صفحتك في الفيسبوك أن هناك شيء ربما صادم آخر، تكتب قريبا جدا سيصدم الجزائريون بخبر مفاجئ، وسيعلن عن ترشح سعيد لخلافة شقيقه الذي سيبدأ في الظهور علنا أمام الرأي العام، وسيتم تسويقه على أنه شبل من ذاك الأسد، سيقال لنا بأنه هو الذي كان وراء كل الإنجازات وليس عبد العزيز. الجماعة يجب أن تعرف بأن الوطن قضية تذهب وعندها ستتأكدون بالأحرى بأن الذي يتم التخطيط له بعيدا عن الإرادة الشعبية هو أمر خطير سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان. الجماعة يجب أن تعرف بأن الوطن قضية الجميع وليست مسألة عائلية أو عشائرية ضيقة، وبأن التوريث سيكون كارثة على الجزائر بكل المقاييس. هل هذا مبني على معلومات موثقة حفيظ الراجي ما تقوله؟ عندما تقول موثقة يعني هناك وثائق؟ لا، قصدي مصدر موثوق. سترى يعني ما كتبته منذ أيام هو الذي يخطط له في اعتقادي وحسب المعلومات التي لدي. طبعا هم ينتظرون في الفرصة وينتظرون المناسبة وينتظرون في الكيفية، ولم يتفقوا لا حتى على هذا المبدأ. ليس هناك اتفاق كبير، ليس هناك إجماع، شيء طبيعي لا يكون إجماع، والحمد لله أنه ليس هناك إجماع. بقيت فقط متى وكيف يتم هذا الأمر. ربما قد تسبقهم أمور أخرى، ولكن الأكيد أن الجماعة الضيقة لا تثق في الكثير من الناس، لا تثق لا في يحيى ولا تثق لا في سلال ولا تثق لا في قائد الأركان ولا تثق، ما تخليناش نزيد نقول أشياء أخرى، وإنما هذه انعدام الثقة هذا يفرض عليهم أن يذهبوا إلى هذا الخيار الذي ذكرته في كتاب فيما كتبت، والذي أتمنى أن لا يكون، هو أصلا لن يكون، ولكن لو أريد له أن يكون قد تكون له عواقب وخيمة، لأن تعرف العقلية الجزائرية بأن الجزائريين لا يقبلون مثل هذه الأمور بهذا الشكل. أي نعم، قد نقول بأن الشعب ساكت، قد نقول بأن الشعب راضي، قد نقول بأن الأمور كثيرة سارت ومشت، لكن هذه المرة لا أعتقد بأن أمر مثل هذا سيمر مرور الكرام، ولكن أكيد أن هذا هو الذي يخطط له. طيب، ما رأيك؟ تتحدث عن التضحية، أريد أن أسأل هل ضحى من أجل الجزائر أم ضحى بالجزائر؟ طبعا هذا هو السؤال المطروح. كثر ألف خير على كل حال. الحديث عن تنقل الرئيس صار أمرا عاديا جدا، لأنه تنقل في العديد من المرات. الخبر قيل بأنه تنقل إلى جنيف، ولكن حسب آخر الأخبار لم يعد في جنيف. الرئيس ليس في جنيف، هو في مكان آخر. في أي مكان بحسب معلوماتك؟ نور الجزائريين حفيظ الدراج. لا أريد أن أخطئ. لم يعد في جنيف السيد الرئيس. خليني نكمل الفكره تاعي. تفضل. نرجو ان يكون الاعلام على مستوى الرئاسه في مستوى السيد الرئيس، وفي مستوى بلد من حجم الجزائر، وفي مستوى بلد من حجم الشعب الجزائري، على الاقل احتراما له. خبروه في كل مره وصل جرى فحوصات، واش قالوا الاطباء؟ هذا امر عادي، لان الرئيس ليس ملكا لعائلة بوتفليقة. الرئيس هو رئيس الجزائر ورئيس كل الجزائريين، ومن حقنا عليه أن نعرف أحواله وأين هو ومتى يعود ومتى تكرر العودة. أريد أن أقول بأن ولا واحد يدير مسية في هذه الجزائر نحسوا من خلال العملية الإعلامية، نحسوا بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو ملكهم تاعهم وحدهم، ولا معلومة تخرج ولا شيء ولا في احترام لهذا الشعب بأننا نخبروه، لأن الرئيس هو رئيس الجزائر. وبالتالي أعتقد بأنهم يفكرون في كيفية التعامل مع المستجدات أكثر مما يفكرون لا في صحة الرئيس ولا في صحة الجزائر. هم يفكرون فيما بعد الرئيس، وكيف سيخبرون الشعب، ومتى سيخبرون الشعب، ومن سيطبلون له لكي يدفعونه لكي يخلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. أعتقد بأن الذي يحدث هذه الأيام هو لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، وسيصمت في تاريخنا للأسف الشديد. طيب، ماذا يحدث كذلك في المولودية؟ أنت كنت لاعب في لمسية، ليس كذلك مولودية العاصمة؟ عودة غريب على رأس المولودية بعد كل الجدل، بعد تلك اللقطة غير رياضية
وغير الأخلاقية حتى كما وصفت أمام في نهاية كأس الجمهورية أمام ممثل الرئيس بوتفليقة الوزير الأول عبد الملك سلال حينها، ومعاقبته مدى الحياة، يعود من الباب الواسع برغم الأسئلة المطروحة حول حتى مساره واتهامه. هناك من تحدث بكلام موثق أنه اتهم في قضايا مخدرات. يعني كيف يعود هكذا؟ على ماذا يعبر هذا كذلك؟ وعلى ماذا تعبر هذه الدهشة التي أنت فيها يا سي جمال؟ شكيب خليل وعاد، بوتفليقة بعد 20 سنة من الغياب وعاد، وغيره 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 وغيره. طبعا هذه الأمور لا يجب أن نستغربها تماما، لأنك في زمن غير ذلك الزمن. أنت في زمن كل شيء فيه مباح وكل شيء قد يحدث، لذلك نحذر من بعض الانزلاقات. أي نعم، الشعب كما قال سمير منذ حين عاقل وملتزم أكثر منا وأكثر من الساسة وأكثر من المسؤولين، وعاقل ومنضبط، لكن لا يجب أن نعتبر ذلك بأنه ضعف، ولا يجب أن نعتبر ذلك بأنه فشل أو بأنه سيدوم هذا الأمر في كل المجالات وفي كل المواقع. أعتقد بأن عودة أو تغييرات مثل التي تحدثت عنها أو غيرها يصبح أمرا عاديا في زمن الرداء يا سجن. طيب نية، ولكن شكيب خليل يؤخذ بعين الاعتبار بأنه غادر لأن المخابرات لفقت له ملفات، يعني سيحسب له ذلك. إن أراد أن يترشح سيقولون بأنه لفقت له الملفات، رغم أنه على الأقل يملك الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يحق له قانونا أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن القانون يقول بأنه في ال10 سنوات التي تسبق الاستحقاق يجب أن تكون مقيما قد يقدم نفسه أنه هو يتحدث الآن أنه على أساس أنه كان مجاهدا وساهم في تحرير الجزائر، مع أنه موثق أنه كان طالبا يدرس آنذاك. يعني قد يقدم نفسه حتى من هذا الباب. جمال، أنا كذلك كنت مجاهدا سنة 54 حتى قبل أن أولد. قوية حافظ دراجي فعلا ومعبرة، ولكن أنا كذلك كنت مجاهدا قبل سنة 54 قبل أن أولد ب10 سنوات. إلى متى يستمر؟